هو ايه الحكاية اللي دايرة ما بين الرجالة اليومين دول؟ في نوعية كده أقلية ما بيننا، طبعا مش كلنا، ده أقلية اللي هما بتوع سين وما بيردش، يشوف الرسالة وما يردش. ما ترد يا ابني، يا ابني محدش بيعكسك، انت الراجل، انت اللي بترد. يا عم لو انت متضايق منه قول مش عايز اكلمك تاني، مش عايز اعرفك، يا عم ما تكلمنيش، يا عم مش عايز اشوفك، يا عم ما تبعتليش، قول بس. اصل اللي بيبعت لك بيبقى قاعد مستني شوية هيرد. يمكن مشغول دلوقتي ربع ساعة وهيرد. طب اكلم حد تاني ولا خليني معاه ولا ايه؟ فانت بتبقى الواحد مبقاش فاهم. يعني انا كنت افتكر زمان واحنا عيال صغيره، لما تيجي بنت نازله الشارع لو تعالى نقول لها ايه؟ ما لو حد عكسك ما ترديش عليه، تعالى لنا واحنا هنتعامل. حلو، انت بقى الراجل. حلو، لو حد كلمك انت بقى اللي بتتعامل، مش واخد بالك؟ يعني لو هي ماشي انا اتفهم لو هي واحده. حلو، يا عم ما مش وقته، ما واحد بيكلمها في وقت غير مناسب، ملهاش مزاج ترد، واخد بالك؟ ماشي، واحد بيكلم واحد ماشي. لكن راجل بيبعت لراجل، يا ابني انت اللي بتنزل تتعامل في الشارع. زي برضه طالعين في موضه كده يقول لك ايه، اصلا انا ما بردش على الارقام الغريبه. لو يقولها بدراما قوي، انا بتخيل بقى بتوع الارقام الغريبه ده، هو مثلا قاعد مع خطيبته ولا واحده بيحبها كده، وجاله مكالمه رقم غريب فهو ما ردش، فهي بتقول له ما ردتش ليه؟ فيقول لها اصل انا ما بردش على الارقام الغريبه. تقول له ليه يعني؟ ما ترد عادي يعني. لا لا، اصل بخاف تطلع مش غريبة. عارفين الموضة دي؟ عارفين العيال دي؟ اه ده كتروا قوي. هي بقى انت عارف هي هتقول له ايه؟ انا راح اجيب حد يرد لنا احنا الاتنين، زي النكتة كده. ما ترد يا هلا.